السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم من جديد. معكم ياسمين من قناة لمسات سمسومة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله وبمناسبة شهر رمضان المبارك غادي نشارك معكم واحدة من الوصفات المعتمدة عندي اللي ضروري ما نحضرها في كل شهر رمضان، اللي هي سيكار البطاطس والجبن والتون، اللي كيجي هائل ورائع جدا في المذاق، كتوجدوه بكل سهولة. ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. وباش ما نطولش عليكم غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير عندي هنايا 4 حبات بطاطس مسلوقين ومقشرين، علبتان من التونه ديال الزيت، 4 ملاعق كبار من الزيتون الاخضر مقطع دوائر، ملعقه كبيره من البقدونس المفروم. وبالنسبه للتوابل عندي هنا القليل من الملح، وملعقه صغيره من الكمون، ملعقه صغيره من زريعه القزبر المطحونه، والملعقه صغيره من الاوريجانو، بالاضافه الى نصف ملعقه صغيره من الفلفل الاسود. عندي ايضا هنا جبن مبشور اي نوع كتفضلوه، وايضا عندي هذا الجبن الكريمي انا استخدمت نوع جبلي، بالاضافه الى بصله كبيره مقطعه مكعبات صغيره. ونبدا على بركه الله بطريقه التحضير. في اناء عملت 4 حبات ديال البطاطس، وكنبدا نعفصهم اما بملعقه او بهذه الاداه اللي كتعفص. هنا انا عملت 4 متوسطين، اذا كانوا كبار عملوا فقط 3. بعد ما كترجع البطاطس بهذه الطريقه وما كيبقى فيها حتى طرف، كنضيف التوابل اللي ذكرت لكم في البدايه. كنضيف ايضا البقدونس المفروم، كنضيف هنايا علبتان ديال التونه اللي صفيتها مزيان من الزيت ديالها. كنضيف ايضا هذا الجبن، انا هنا عملت نوع جبلي، نتوما يمكن تستخدموا اي نوع كتفضلوه. وضفت ايضا جبن مبشور، هنا انا استخدمت بلوك لافاش كيري، حكيتو نتوما يمكن تعوضوه بموتزاريلا او يمكن تعوضوه باي نوع اخر على حسب الرغبه. هنا ضفت ايضا الزيتون الاخضر مقطع دوائر. كنضيف ايضا البصله اللي شحرتها في القليل من الزيت وخليتها حتى دبلت بهذا الشكل. هنا بعد ما ضفت كل هاد المكونات كنبدا نحرك الخليط مزيان حتى كيتجانس. اما كتستخدموا ملعقه كبيره او اليد ديالكم، انا في الاخير كملت جمع الخليط باليد ديالي باش نتاكد ان كل المكونات تخلطت مع بعضها، وفي نفس الوقت كنحصل على خليط اللي كيشبه العجين. هنا جبت الورقه ديال البسطيله، عندي هنا ديجا مدهونه بالزيت، كنقطع كل ورقه على 4 او يمكن حتى على 8 او على 6 على حسب الحجم اللي بغيتو. كنقطعوه على شكل مثلثات. بعد ذلك كنجيب ملعقه كبيره من الخليط ديال البطاطس، وكنعملها فوق قطعه مثلثه من ورق ديال البسطيله، وكنلوف السيكار ديالي بهذه الطريقه بكل سهوله. وفي الاخير باش ما كتفسخش الورقه كندهن الجوانب بالقليل من الخليط ديال الماء والدقيق. وحنا كنلوفوا الورقه نحاولوا اننا ما نزيروش باش ما تطرطقش ملي تكون كطيب في الفران. وكنستمر بنفس هذه الطريقه حتى كنسالي باقي الخليط. بالنسبه للورقه ديال البسطيله، الجهه اللي كتكون حرشه هي اللي كنعملوها من الداخل وكنعملوا فوق منها الحشوه. بعد ما كنسالي كل الخليط ديالي كنعمل لي سيجار ديالي في الصينيه، وكندهنهم بالقليل من الزبده اولا القليل من الزيت على حسب الرغبه، وكندخلهم للفرن ساخن حتى كيتحمروا وكيتقرمشوا. بحال اللي كيبان لكم هنا. بعد ما خرجتهم من الفرن وزينتهم بالقليل من الجبن اللي كيبقى اختياري، كنقدمهم وهما سخونين بطبيعه الحال، كيجيو هائلين جدا ورائعين في المذاق. كونوا اكيدين انكم اذا جربتوهم غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. وللتذكير ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تشاركوه مع الاصدقاء والاقارب كي تعم الفائده. وكذلك اذا كنتم جداد في القناه فكيفرحني انكم تدعموني وتشاركوا وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. بطبيعه الحال اذا عجبكم المحتوى ديال القناه. وهنا كنكون وصلنا لنهايه فيديو.